خليك انت هنا، هرجع لك تاني. ازيك يا رجب؟ الله يسلم حضرتك يا بيه. الشنطة هي يا رجب، بس بجد المكان امان، انا واثق في كلامك. عيب يا بيه، امان الامان. طيب اتفضل، سيبها عنك يا بيه. مش عايز تفتحها تشوف الاوراق اللي فيها يا رجب عشان تطمن؟ الطيور على اشكالها تقع يا بوب بيه، وحضرتك باين عليك ابن ناس يا بوب بيه. طيب ممكن تجيب لي مج نسكافيه بلاش قهوة من فضلك؟ طبعا من عيني يا بيه. اتفضل حضرتك من هنا، شكرا جزيلا. يعني ينفع كده يا ابويا في مدخل الكافيه حد يقعد لك القعده دي؟ يرضي ربنا كده يعني؟ حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس ده مكان أكل عيش. يا ابويا لسه تقول له مكان اكل عيش؟ قوم يا عم اتكل على الله من هنا يلا. لا بقول لك يا سيد، معاك حاجة تديها له لله اديله، ما معاكش ما تتكلمش معاه بالطريقة دي وتكلموش بالأسلوب ده. طب يا ابويا دي قاعده يا ابويا، الزباينه تدخل لك ازاي والناس تدخل وتطلع كده مش هينفع يا ابويا. مالكش دعوة انت، انا هتصرف معاه. ادخل انت شوف رجب بيعمل ايه جوه، وشوف الراجل جاب الشنطة ولا لسه ما جابهاش. يلا. حاضر يا ابويا. هات ايدك وقوم ما تزعلش. شنطة الفلوس يا سيد. مش ابويا قال لك عرفوا قبل ما تستلم الشنطه يا رجب؟ يعني مش ابويا قال قبل ما تستلموها عرفوني؟ ما عرفتش ابويا ليه؟ فاتت عليا دي، معلش اخويا. فاتت عليك طيب شفت ايه جوه الشنطه دي يا رجب ولا ما شفتش؟ يعني مشيتها معاك كده بالحب وقلت له لا مش عايز اشوف حاجه؟ الصراحة هو قال لي بص في الأوراق اللي فيها، وأنا قلت له لا يعني الدار أمان. طب اجري بقى يا رجب، قول لابويا بره هو واقف مع الراجل الشحات قدام الكافيه، قول له ان الراجل جوه وان انت استلمت الشنطه، اطلع عرفه يلا عشان ما يزعلش. طب أشيل الشنطة وأطلع له؟ لا يا رجب سيب الشنطه هنا واطلع له، لسه هتشيل الشنطه يا رجب، ما تطلع تعرف ابويا الاول يا راجل. طب خد يا سيد، أنا طالع للحاج. سيبها يا رجب وروح. بعد إذنك يا حاج والنبي. يا رجب في ايه؟ لا يا رجب اتكلم، مالكش دعوة بالحد. طب الراجل جوه من بدري واداني الشنطة وأنا خدتها منه وشلتها مع سيد. هو ما قالكش ليه؟ مش أنت قلت له يبلغك قبل ما يستلم؟ المفروض الفلوس تكون في إيده هو. مش قلت لكم يا رجب ما حدش يستلم حاجة ولا ياخد حاجة غير لما تعرفوني يا رجب؟ بتشتغلوا من دماغكم، بتصرفوا من دماغكم انت وسيد. مش قصدي يا حاج والله. طب والحل دلوقتي؟ لازم الشنطة تكون في إيده ونقبض عليه وهي معاه. اتفضل ادخل قدام يا رجب. حاضر يا حاج. كده برضه يا سيد اسيب لكم الكافيه يوم واحد يا سيد، الاقيكم واخدين حاجه من الناس وشايلينها في الكافيه يا سيد. وادخل بقى هات لي الشنطه وهات لي الراجل صاحب الشنطه دي وسلمها له قدامي. طب هو في ايه يا حاج بس بالراحه عشان افهم. ادخل هات لي الشنطه الاول وهات لي الراجل صاحبها وبعدين ابقى افهمك كل حاجه. هو في ايه يا رجب؟ انا مش فاهم حاجه يا رجب. ادخل بقى يا عم سيد، هات لهم الشنطة وهات الراجل صاحب الشنطة يجي يستلمها عشان أبوك زعلان يا عم. حاضر يا ابويا ادخل اجيبها لك. حاضر. روح انت يا رجب، انت الراجل يجي ياخد شنطته. يا بيه من فضلك يا بيه، هو ده صاحب الشنطة يا حاج. طب اوعى انت كده يا رجب. يا حضرة انت مش كنت معايا وطلبت كوبايه نسكافيه ومعاك شنطه عايز تشيلها، ما قلتليش ليه؟ الكافيه ده بتاعنا، لا بتاع رجب ولا بتاع سيد، يعني لما تيجي تتكلم معايا انا. طيب يا حاج وايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت يعني، ما هو رجب خد الشنطة وشالها. وتشيلها عندنا بتاع ايه؟ الشنطه دي فيها ايه؟ دي فيها شوية أوراق يخصوني، وبنقل من مكان لمكان وخايف لا تضيع مني ولا توه كده ولا كده، فقلت أشيلها عندكم وانتوا ناس أمناء وهتأمنوا لي عليها. اتفضل يا ابويا جبت لك الشنطه. تعالى اديها للاستاذ. اتفضل يا استاذ شنطتك اهي. طيب يا سيدي أنا هاخدها، بس أنا مش فاهم ليه ده كله يعني، ما تشيلوها عندكم يا جماعة، إيه المشكلة؟ خدها ده سيد هنا اهو. نعم يا ابويا. عنك أنت يا بوب بيه، سيبنا شيلها لك. والله وقعت يا بوب بيه. وقعت إيه وتشيل إيه وحضرتك مين أصلا؟ دي شنطة أوراق. هنشوف دلوقتي اذا كانت شنطه اوراق ولا مش شنطه اوراق. الله، دي اوراق فعلا. هو حضرتك بتدور على إيه؟ طيب عرفني وفهمني يمكن أعرف أدلك. شنطة أوراق؟ إزاي يعني شنطة أوراق؟ امال انا بقول لك ايه يا حاج، انا مش عارف انتوا مالكم قلقانين ليه كده انكم تشيلوها عندكم. دي شويه اراضي بيعها وشويه اراضي شاريها وورق وكمبيالات، ايه المشكله فيهم؟ اتفضل خد شنطتك، احنا اسفين. شكرا يا فندم. هينفع تشيلها لي عندكم يا حاج ولا مش هينفع؟ خدها منه شيلها له يا سيد.
حاضر يا ابويا. خد يا رجب حطها له جوه يا رجب. انا مش فاهم حاجه يا سيد. شيلها وادخل دلوقتي يا رجب. شيلها وادخل دلوقتي يا اخويا. هو ايه اللي حصل كده يا سالم بيه؟ انا مش فاهم حاجه. اقول لك حاجه وما تزعلش مني يا حاج. طبعا قول يا سالم بيه، مش هزعل. انا شاكك في ابنك وفي الولد اللي معاه اسمه رجب، يكونوا هما اللي بدلوا الفلوس اللي جوه الشنطه وحطوا مكانها ورق. بتقول ايه يا سالم بيه؟ ابني والواد اللي معاه عمرهم ما يعملوا حاجه زي كده ابدا. انا عارف ابني كويس وعارف الواد رجب ده انا اللي مربيه. يعني كده القضيه فشلت وانا بقيت كارت محروق. طب وايه الحل دلوقتي يا سالم بيه؟ بعد اذنك يا ابويا. يا سيد في يا سيد. انا شفت الراجل ده وهو بيخبي شنطه تانية، هما كانوا شنطتين يا سالم بيه. وانت مين يا سالم بيه؟ انا حاسس ان انا شفتك قبل كده. مالكش دعوه بسالم بيه دلوقتي، وفهمني شنطتين ايه وشنطتين اللي انت شفته وبيخبيها فين؟ ثواني بس يا ابويا، يا قلت لكم هي مكانها فين يا سالم بيه، ومسكته متلبس بالشنطه وكان هي فعلا الشنطه اللي فيها الدولارات. هتدوني فلوس انا ورجب نكون بيهم نفسنا، يعني ال10% اللي بيتفقوا عليها مع الناس اللي زينا. طبعا يا سيد، لو طلعت هي الفلوس فعلا ومسكناه متلبس هديكم انتوا 10%، تاخدهم انت ورجب، تاخدهم انت والحاج، زي ما تقسموهم براحتكم. طيب انا هوريكم مكان الشنطه فين، بس راقبه من بعيد لحد ما يجي هو ياخدها ويمسكها وتبقى متلبس، مش كده برضه يا بيه ولا ايه؟ برافو عليك يا سيد، وتبقى قدمت خدمه عظيمه للبلد. انت متاكد يا سيد من الكلام اللي انت بتقوله؟ طبعا يا ابويا متاكد، انا شايفه بعينيا. خلاص كده تبقى اتحلت يا سالم بيه باذن الله. طيب احنا كل واحد يروح في مكان دلوقتي، عايزين نتفرق لحد ما يطلع هو ويتحرك ويتجه لمكان الشنطه. هستأذنك انا دلوقتي يا حاج. مع السلامه يا سالم بيه. الله ينور عليك كده يا سيد، تربيتي. طب يلا بقى يا ابويا نبدا نتحرك من هنا، عشان هو لو اتحرك نبقى احنا راصدينه من البدايه. يلا ده سيد يا تربيتي. لو طلعت هي الشنطه اديني فلوس كتير يا ابويا. فلوس كتير قوي ده سيد. الو محسن، بقول لك ايه، لو في قدامك شغل بقى عرفني عشان انا احتمال امشي من الكافيه. لا موضوع كده بقول لك عليه بعدين يا محسن. سلام اخويا، سلام. محسن مين اللي بتكلمه ده يا رجب؟ محسن صاحبنا يا سيد، بكلمه لو في قدامه شغل يقول لي، عشان لو مشيت من عندكم الاقي لقمة عيش. وانت ايه اللي هيمشيك من عندنا يا رجب؟ في ايه؟ في ايه يا عم سيد؟ ابوك قاعد يزعق فيا وانت شكيت فيا ان انا واخد الشنطه ولا واخد الفلوس وحطيت مكانها ورق. لا كده حلو بقى يا عم سيد، اتكل انا على الله كده. اسمعني يا ده رجب غشيم، انا شفته وهو بيخبي شنطه، هو كان معاه شنطتين مش شنطه واحده. وانا عرفت سالم بيه ان احنا لو قلنا له على مكان الشنطه وهو بياخدها هيطلع لنا 10% من قيمه الفلوس اللي موجوده جوه الشنطه، وهنبقى اغنياء يا ده رجب. يا سيد بس انت ما قلتليش ان انت شفته وهو بيخبي شنطه يا سيد. ليه ما عرفتنيش من الاول طيب الحوار ده يا سيد؟ ولا مستني لما الدنيا تتكعبل في بعضها وبعدين تبقى تعرفنا يا سيد؟ يا وطي صوتك يا غبي ياما، كده هيسمعنا ويعرف كل حاجه. اسكت يا ده انا فاهمك بعدين، عايزك تبقى في ظهري. انت عارف ان طول عمري عاملك اخويا يا سيد وواقف في ظهرك. طب ادخل شوفه محتاج حاجه، عايز يشرب حاجه، لسه قاعد شويه هيمشي يتحرك. عرفني الدنيا فيها ايه بقى يا رجب. فهمتك اخويا، فريره. تعجبنا يا رجب. تأمرني بأي خدمة بيه؟ لا يا رجب شكرا، انا قايم امشي. ليه يا بيه ما تخليك قاعد منورنا؟ خد دول يا رجب، وخد بالك من الشنطة اللي عندك. الشنطة في عناية من غير اي حاجة يا بيه. لا يا رجب دي حاجة بسيطة، من يد من اعدامها يا بيه. انا هقوم امشي يا رجب. مع الف سلامة يا بيه، نورتنا. السيد حسنا لله يا بيه. كنت حاسس اني متراقب، وعلشان كده خليتهم يجوا ورايا على الشنطة اللي في الكافيه. اخد شنطة الفلوس واهرب برا البلد. اثبت يا بوب بيه، مش بقولك وقعت. زي ما انت بقى بوب بيه، ما تتحركش. هات الشنطة وامشي معايا بهدوء. ما تقوم تدي الشنطه لسالم بيه وتصلب طولك كده، انت اتشليت ولا ايه؟ الله ينور عليك يا سيد يا صاحبي، حبيب اخويا. هو انت اتشليت بجد ولا ايه؟ ما تنزل يا جدع انت. خد يا سيد الشنطه دي انت ورجب ودوها على الاسم، وانا هجيب المجرم ده واجي وراكم. يلا اتحرك يا مجرم. يلا بينا يا رجب، نستناهم هناك في الاسم. يلا بينا حبيب اخوك، دي شكلها هتلعب يا سيد. من فضلك ممكن افهم حضرتك حاجة؟
ولا كلمة، ممسوك ومتلبس. عايز ايه تاني؟ اتفضل قدام على الاسم. يلا يا اخويا نجر قدام على الاسم. عامل لي نفسك ناصح وبورم ومقطع السمكة وديلها. البس كده يا بيه تاجر العملة قبضت عليه، والفلوس في الشنطة على مكتب حضرتك. احنا نتوكل على الله. لا طبعا تمشوا يا سيد. استنى انت ورجب لحد ما نقفل المحضر عشان نطلع لكم 10% حقكم. الف مبروك عليكم. لا يا رجب بقى، طالما فيها 10% نستنى ولا ايه يا اخويا؟ طبعا يا حبيب اخوك، مش بقولك شكلها هتلعب؟ يا ما انت كريم يا رب. لا والفلوس جاية بالحلال يا رجب، جاية 10% حقنا بالحلال، ما طمعناش في حاجة. ابويا طول عمره يقول لي ما تطمعش في حاجة غيرك وما تاخدش حاجة مش بتاعتك. يلا بينا يا اخويا. يلا بينا يا قلب اخوك.